بسم الله الرحمن الرحيم. يا أعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفائه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبداية، رحم الله شهداء الوطن والمؤتمر والمحبة والسلام والحوار والتنمية، الزعيم علي عبد الله صالح والأستاذ عارف الزوكا، الذي امتدت إليهم أيادي الحقد والكراهية وقتلتهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع. وإننا إذ ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ورفقائهم جميعا والرضوان، وأن ينزلهم الله منازل الشهداء والصديقين ويتقبلهم عنده. يا أعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفائه، تابعت وبكل أسف ما نشرته بعض المواقع من تسريبات ودس رخيص حول زيارة للرياض، آخرها موقع عدن تايم الذي ادعى أني رشحت الدكتور أحمد بن دغل رئيسا للمؤتمر، وتلك فرية لا أساس لها ولا تستحق الالتفات إليها، لأن ما أقوم به هو تجاوز لسباق على رئاسة المؤتمر من قبل جميع الأطراف في المرحلة الحالية التي نسعى فيها لتوحيد صفوف المؤتمر بالداخل والخارج، وعدم انشقاقه أو تمزيقه لدى أكثر من جهة. ولذلك زرت أبو ظبي لتقديم واجب العزاء واللقاء بقيادات مؤتمرية هناك، وزرت الرياض أيضا للالتقاء بالقيادات المؤتمرية المتواجدة هنا، واحتمالات ذهابي إلى بعض العواصم الأخرى التي فيها قيادات مؤتمرية واردة، ولولا الظروف التي تحول دون عودتي إلى صنعاء للقاء بالقيادة الموجودة هناك لذهبت، لأن وحدة المؤتمر بالنسبة لي قضيتي الأساسية وهمي الأكبر. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر، أدعوكم جميعا إلى رص الصفوف. أما قضية من يرأس المؤتمر فأمرا لا أملكه أنا ولا يملك أحدا غيري، ولا أوزع رئاسات هنا أو هناك، لأن رئاسة المؤتمر وأمينه العام مناط بالمؤتمر العام بقوامه 6400 عضو وليس غيره، كما أن من يملك الحق عند الضرورة هي اللجنة الدائمة بقوامها 1200 أن تتخذ قرارا مؤقتا في حالة الضرورة يعرض على المؤتمر العام لإقراره، وإلا اعتبر كأن لم يكن. ولإزالة اللغط، فإن كل القيادات في الداخل والخارج لم تكن لتقبل على نفسها كما لمست أن تجعل الوصول إلى الرئاسة مسببا للفرقة والشتات، بل يعمل الجميع أولا على تحقيق عدة أشياء أساسية تقتضيها الضرورة، منها إنقاذ زملائنا من قيادات الداخل من معتقلين وأسرى وجرحى ومقرات المؤتمر وممتلكاته، ودفن الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح وفقا لوصيته بجامع الصالح، والأولوية الأولى للشهيدين الزعيم علي عبد الله صالح والأستاذ عارف الزوكا ورفاقهما. يا أعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفائه، أناشدكم الله اللحمة اللحمة والتماسك التماسك، احفظوا المؤتمر وقيمه ومبادئه وما آمن به الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ودعا إليه في خطابه الأخير واستشهد من أجله، ولا تلتفتوا لما يقوله المتقولون أو ينشره من يحاول الاصطياد في الماء العكر، وأن أي مخالفة لما دعا إليه الزعيم علي عبد الله صالح يعتبر خيانة عظمى، ولا نقبل على أي مؤتمر أن يمارس هذه الخيانة أيا كان موقفه وأيا كانت مبراته. الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفائه، إني نذرت نفسي منذ زمن للمؤتمر، وها أنا أتنقل من بلد إلى بلد من أجل وحدته والحفاظ عليه، لأنه الأمل المتبقي لليمن الأرض والإنسان، ولأنه صمام أمان اليمن الجمهوري ووحدته وديمقراطيته. هذا ما ينظر إليه العالم ويتعشمه اليمنيين. إن الشهيد علي عبد الله صالح والشهيد عارف الزوكا لم يموت أيها الإخوة، بل أحياء عند ربهم يرزقون، وفي وجداننا وضمائرنا وحياتنا يعيشون، وعلى نهجهم سائرون، فحذار أيها الأوفياء تنهزمون أو تستسلمون. إن تربيتكم المؤتمرية تفرض عليكم أن تكونوا شامخين شموخ الجبال وصامدين صمود الأبطال، مهما حلت بكم المحن وفارقكم الأخ والأب والقائد والمؤسس والباني الزعيم المناضل الشهيد علي عبد الله صالح، أو ودعكم أوفى العرب
وأنبل اليمنيين وأعظم الرجال الأستاذ عارف الزوك الذي ضرب ملحمة في البطولة والوفاء، وإن أقل ما يقال عنه أنه أوفى من السموء رحمه الله. يا أعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفائه، إني أدعوكم رجالا ونساء أن تصبروا وتصابروا وترابطوا وتدوسوا على الخوف والقهر والعنف والقسوة والظلم الذي يمارس الآن، ولا تلقوا له بالا، لأن الحق هو من سينتصر، والشعب اليمني معكم وكثير من شعوب عالمنا العربي والعالم تتعاطف معكم، فلا يهزمكم الحزن ولا العنف بقدر إيمانكم بالله. شدوا العزائم وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. يا أعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفائه، إن سلطان البركان ذلك العضو المؤتمري الذي سيظل كما عهدتموه لا يستهدف في مسعاه الحالي رئاسة أو قيادة أو منحها لهذا أو ذاك، بقدر ما هو مهتم بأن يكون المؤتمر أصلب عودا وأقوى شكيمة لا تهزه العواصف ولا تنال منه صرف الدهر، ولأن العواصف لا تهز إلا الأشجار العالية، فالمؤتمر عال وسيظل وسيستمر شاء من شاء وأباء من أباء. ونقول لأولئك المجرمون والقتلة والشامتون الذين مارسوا أبشع جريمة أو ملأوا الأرض ضجيجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتفننوا بالشماتة، نقول لهم موتوا بغيظكم، فالمؤتمر هو مؤتمر واحد وعلى قلب رجل واحد، وسيظل مؤمنا بمبادئه وقيمه وفلسفته الوطنية، ولن يؤثر عليه أي شيء تقومون به. سيظل متكئا على عيبان وشمسان وكل الشوامخ باليمن هي أوتاده، ولتحيا المرأة المؤتمرة قبل الرجل لأنهما عنوان مجده. فهيا أيها المؤتمريون إلى العمل، وكونوا كالبنيان المرصوص، الله معكم وناصركم، ودعواتكم لي بالتوفيق لنجاح المهمة، ودعواتي لكل القيادة المؤتمرية إلى السمو على الجروح في الوقت الصعب، فإنهم أهلا لذلك. إنهم لليمن جنودا أوفياء وأبناء طيع لا هم لهم إلا مصلحته، وأن ما أنجزه المؤتمر وما قاده الشهيد الزعيم من تحولات تاريخية خير شاهد لا يستطيع إنكارها جاهلا أو متجاهل أو منافق أو جاحد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج نسأله الله للأسرى والمعتقلين، ونسأل الله أن يحفظ اليمن ووحدته وجمهوريته وأمنه واستقراره وديمقراطيته، والله من وراء القصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.